صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده ان شاء الله هشارك معاكم فيديو روتين، اتمنى يكون الروتين بسيط وخفيف على قلوبكم. بحبكم جدا. احلى صباح عليكي يا اختي، وعليكي يا امي، وعليكي يا صاحبتي، وعليكم جميعا يا رب. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم، ويجعل ايامكم كلها اللي جايه خير وبركه وسعاده. طبعا اللي عارفني واللي مش عارفني، انا بقالي متغيبه بقالي كتير قوي على السوشيال ميديا، ما بصورش فيديوهات يمكن اكتر من سنين ما بصورش خالص. لظروف بقى ومسؤوليه وكده، وفقدت انسان عزيز جدا على قلبي، اغلى شخص في حياتي. الله يرحمه يا رب ويغفر له ويرحم جميع امواتنا واموات المسلمين. وبحاول ارجع ليكم من تاني، اقف على رجلي من تاني وارجع زي ما كنت، اصور لكم فيديوهات وانزل لكم افكار وروتينات ووصفات طبيعية للشعر وللبشرة. زي ما انتوا عارفين، اللي عارفين منكم عارفين ان انا عندي مش قناة واحدة، عندي كذا قناة، كنت شغالة عليهم في وقت، في كل الوقت، بس للظروف اللي حصلت معايا ظروف كتير وحسد برضو، الناس بتستكتر على الواحد، لو ضحكة كده بيضحكها بيستكتروها علينا. فعايزة اقول لكم ربنا يا رب يجعلني قوية وان انا ارجع، وربنا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وانا من الناس اللي فقدت اعز مخلوق، كان بيعنيلي حياة، كان بيعنيلي كل حاجة. فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمه ويغفر لموتاكم جميعا يا رب. المهم خلينا في الفيديو، واتمنى الفيديو يكون طاقة وحماس ليكو. حبيت ان انا بحب جدا اشرب القهوة بتاعتي او اي مشروب عامة هيديني باور، هيديني طاقة، هيخليني فايقة كده ومصحصحة وعارفة انا بعمل ايه. شربت المشروب بتاعي، طبعا عملته على راقية النار اللي انتوا عارفينها دي، لان المقطع ده كنت انا وقتها عند حماتي، ف كنت شاربة المشروب ده عندها. وهنا مالك كنت عملت له عملية اللوز، تعب جدا بعد باباه، فعملت له عملية اللوز. فربنا يخلي عمه ويخلي جدته ويبارك فيهم، لان انا كنت خايفة جدا ومقلقة من العمليات دول، فهم كانوا دعم وطاقة ان انا اتوكل على الله خلاص واعمل له العملية. هنا بقى كنت انا في شقتي، لما رجعت كده ما كانش بقى، كان عندي التلاجة، كان ناقصني شوية حاجات كده وقلت ان انا اشتريهم. جبت بقى شوية مشتريات كده، حاجات احطها في الفريزر وحاجات للمشروبات السخنة. وبرضو كنت نزلت السوق ورحت جبت حاجات برضو غير الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. جبت حاجات من عند العطار، محتاجاها مشروبات سخنة. جبت سفندي وكانتالوب، انا مش عارفة بيقولوا عليه كلامنتينا النوع ده من البرتقال جبت كانتالوب عشان مالك بيحبه. وجبت من الهايبر ماركت كيس البطاطس ده، هو 2.5 كيلو. والله الصراحة ما اكدبش عليكم ان انا راجعة فاقدة طاقة وفاقدة شغف وفاقدة كل حاجة، وربنا ما يكتبها على حد، هي مكتوبة علينا جميعا انك تفقد شخص، وده كله كاس وداير، وهي دي سنة الحياة. ولكن الحمد لله رب العالمين على كل حال، واتمنى اللي جاي يكون افضل، وربنا يعوض يا رب غياب الشخص ده، يعوضني ويعوض مالك. و اسفة سامحوني. هنا مالك كان جايع، فقلت هعمل له كده، احمر له على السريع بطاطس. والصراحة زي ما بقول لكم انا فاقدة كل حاجة، بس نحاول نرجع تاني بطاقة ايجابية، اكيد بضحكة بس مش بضحكة من القلب، بروح بس مش روح زي ما كنا، بس اهو بنحاول
لان في الاول وفي الاخر دي سنة الحياة يعني ألا يبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. فالحمد لله على كل حال، واحنا ملناش في نفسنا حاجة، واللي ربنا عايزه في الأول وفي الآخر هيكون. هنا كنت اشتريت شوية حاجات يعني بعيدا عن ما علينا يعني، وجبت كيس كوكي لان مالك عندي بيحب الحاجات دي جدا. جبت كيس كوكي اللي هو ال12 قطعة ده، تمام. وبصراحة انا يعني مش بحب المجمدات، بس انا قلت ايه، حاجة تبقى سريعة موجودة كده يعني، استخدام ان انا اجيبها. عايزة اقول لكم ان التونة القطعة دي انا بحبها جدا، رغم ان هي غالية ب85 العلبة، بس حرفيا انا بعشقها. وجبت لانشون عشان الفطار او مثلا عشاء، بحب يكون في عشاء بسيط، ما بحبش يكون في حاجات يعني مش حلوة يعني تبقى تقيلة كده لا، بحب يعني الاكل يكون خفيف. جبت زبادي المالك لانه يعني هو مش عارفة ليه ما بقاش بيحب الزبادي، ولا بقى بيحب الحاجات الخفيفة، ولا بقى بياكل اصلا يعني. احاول ان انا اهتم بيه وبصحته. ماليش غير ابني، ربنا يخليه يا رب ويبارك فيه. ابني لوحده في كفة وتولع الدنيا بعده يعني. ابني عندي خط احمر. ربنا يحفظه ويحفظ اولادكم يا رب. بالمناسبة مالك دلوقتي يعني عيد ميلاده عملناه من كام شهر. عنده دلوقتي 5 سنين، تمام. كان عنده 4 وهو في السنة ال5 دي. فربنا يا رب يحفظ لكم اولادكم وازواجكم ويدوم عليكم الحياة بفرحة وسعادة، وربنا يبلغكم رمضان زي ما قلت لكم، لا فاقدين ولا مفقودين، ويجعل ليكم في كل خطوة سلامة، ومن كل خطوة نجاة من كل شر. اللهم امين. يحفظكم ويجعل الدعوة دي من نصيب كل حد بيتابعني وبيشوف الفيديو وبيحبني وسأل عني، ودايما كان على تواصل معايا وبيسأل انت فين ورحتي فين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لكم في كل خطوة سلامة ونجاة يا رب من كل شر، ويحفظ أولادكم يا رب. طبعا أنا بتكلم معاكم وأوقات بدردش، بس كده كده انتوا شايفين الحاجات وهي موجودة ايه. كنت جايبة ينسون برضو عشان الواحد مش أحسن حاجة، والشوكلت دي اللي هي في العلبة دي مالك عندي بيحبها جدا فجبتها. وجبنا الرومي ولانشون زي ما قلت لكم الفطار أو العشاء. والمالك كمان عشان لما يروح الحضانة. انا ما انتظمش كتير قوي، والواحد اخدها على السكك رايح جاي للناس، جبر خاطر للناس وزيارات للناس. والصراحة يعني دخلته حضانات خاصة كتير، وكان حافظ الاغاني انجليش، وكان مستواه حلو جدا. وفجأة الفترة اللي بعد فيها او انا قعدت انزل هنا وانزل هنا يعني في حاجات نساها، وان شاء الله يرجع احسن من الاول بكتير. حطيت بقى الحاجات اللي محتاجة ان هي تتحط في الفريزر، حطيتها في الفريزر. وفتحت التلاجة طبعا، حطيت، انا مش عارفة ليه، بس انا يعني عامة في الشتاء ما بحبش ان انا احط الفواكه في التلاجة، بس حطيتها دلوقتي كده يعني ايه مؤقتا، عشان يعني ايه اظبط الدنيا يعني حولي، لان الحاجة بتبقى طالعة من التلاجة بصراحة التبريد بتاعها عالي، فالحاجة بتبقى طالعة متلجة يعني، مش بستحمل الصراحة. قلت ارص الحاجات بقى اللي محتاجة ان انا احطها في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده. وعندي هنا التلاجة كان بقالها يعني فترة، فروقت عليها برضو يعني، بس ما صورتش لاني يعني انا صورت لكم مقتطفات كده في بعد يومي، وبعد المقاطع اللي ممكن تلاقوها بسيطة زي في الاول ركية النار دي عند حماتي. ف يعني مقتطفات كده بسيطة. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان دايما فيديوهاتي وروتيناتي واي حاجة بقدمها لكم تنال اعجابكم زي ما كانت بتنال اعجابكم من سنين. وشجعوني ان انا ارجع اقف على ارض صلبة من تاني، شجعوني ان انا ارجع يعني شخص قوي وشخص قادر يقف على رجله من جديد، لاني
انا من غيركم بعد ربنا ولا حاجة، فربنا يخليكوا ليا وبجد من القلب شكرا للدعم، وشكرا لكل حد دعمني بكلمة، كل حد وقف جنبي، كل حد قال لي كلمة كويسة. وشكرا برضو للناس وانا في اشد الظروف وفي اشد المحن شفت منهم السوء وقلة الاصل والندالة وحاجات كتير، لانهم برضو ادوني درس محترم. مش اي حد يبقى مجال ثقة، مش اي حد ينفع نقف جنبه. انا من الناس اللي يمكن ممكن شفت السوء ده من يعني من كتير، بس طول عمري ما بندمش على خير او معروف انا بعمله. اصل اللي عند ربنا ما بيروحش، وكله مكتوب. وسيب من يسيء اليك يسيء ليه رب، ويوم الحساب ربنا هيقتص منه قدام عينك. وسيب اللي ظلمك وقال في حقك كلمة يقولها وهو مستريح خالص، وانت ما تزعلش على ده. ما تقولش ده انا كويس معاك، ده انا كنت كويسة معاكي، انا عملت معاكي الخير وعملت معاكي الخير، انا ما كنتش بقعد في بيتي وكنت بروح هنا وبروح ازورك ما تقولش، ما تتكلمش. كفاية ربنا سبحانه وتعالى كان عالم انت قد ايه انسان كويس من جواك، انسان جميل من جواك، بتحب الغير لكل اللي حواليك. فما تزعلش، ما تزعلش على الخير. وخصوصا لما تلاقي نفسك في اشد الظروف ربنا بيوريك بقى يعني بصيرة كده تشوف الناس دي فعلا على حقيقتها. وانا بشكر من اساء ومن كان واقف جنبي، لو وقف جنبي ورجع بعد كده قلب اصله انا بشكر كل الناس دي. ان الناس دي طول ما انا عايشة في حياتي بيدوني كده بيدوني كده حاجة من عارفين اللي هو بتعلم منهم، بتعلم يعني اخد بالي بعد كده. بس انا مش هندم عمري على اي خير عملته مع حد وترد لي بإساءة. بس مش هقول اكتر من كده. و زي ما شفتوا كده انا اسفة على منظر البوتاجاز لاني انا لسه راجعه، وزي ما قلت لكم فاقده الشغف، فاقده كل حاجه. وبتمنى برضو ان فيديوهاتي دي تاخدوا منها احلى طاقه ايجابيه، وتقومي كده تكسري الدنيا في البيت وتشوفي كل اللي وراكي وتعملي كل حاجه وتبقي نشيطه كده وجميله. والله انا كان نفسي في السجق، وعندي ملك بيحبه جدا، فطلعت كده على قدينا. وكان عندي ليا انا بحبها جدا وبحب استخدمها في المأكولات، فقطعت كده بصلايه صغيره. بس يا ملك صوتك، العب مع خالك بصوت واطي. فقلت اعمل كده الطريقه التقليديه اللي كله في بعضه كده ني في ني. واديت المكرونه تحميره كده. كان عندي البصله اخدت لون يعني غامق سيكه، فانا مش حباها كده الصراحه، فشلت الحاجات. وده كان الاكل البسيط يعني بتاع اليوم. وعملت سلطات وكده وحمرت بطاطس. وكان عندي بقى العدس. ما بحبش الصراحه شغل الحاجه تبقى في ذره في المطبخ وكده وانا لسه جايه. انا بحب جدا الترتيب، بحب التنظيم، بحب كل حاجه مرصوصه في مكانها. زي ما انتوا شايفين العدس مثلا، ما بحبش اكياس تبقى فوق بعض. بحاول على قد ما اقدر ان انا انظم يعني حياتي على قد ما اقدر في بيتي، في الحاجه اللي تريح عيني تبقى تحت قدامي كده واعرف ده ايه وده ايه كده. حتى الرز برضو جايباله منظمات كبيره فبحط فيها الرز وكده. والعدس زي ما انتوا شايفين كده برضو بحطه في مكان. عندي البرطمانات برضو اللي بتفضى دي بستخدمها، ممكن احط فيها شاي، ممكن احط فيها قهوة زي اللي انتوا شايفينه مع الرخامة دول. ممكن ادهن الغطا بتاعه لو مضايقني الشكل بتاعه، ادهنه اسود او ادهنه اي حاجة هيبقى معاكي زي الفل. وهنا الفريزر كنت رصيت فيه الحاجة بتاعتي، وكنت جايبة فراولة وكانتالوب، وكان فيه برضو موز. فعملت كده كام كيس، قلت عشان للعصاير يعني الواحد بيحب يشرب ايه السوائل، وخصوصا لما تكون السوائل دي انت عاملاها في بيتك وحاجة فريش وضامنة نظافتها وضامنة جودتها. وكنت برضو خبزة قرص
روقت على البوتاجاز طبعا، واسفه جدا على منظره وانا بطبخ. انا من النوع زي ما قلت لكم بحب اشتغل كل حاجه في وقت واحد، يعني ممكن اكون بطبخ في نفس الوقت بغسل، في نفس الوقت بنظم المطبخ، بغسل كل المواعين اللي موجوده، كل الاتساخات، بنظف البيت كويس جدا. فاسال الله العظيم رب العرش العظيم يدينا الصحه يا رب، وطولة العمر نربي ولادنا ونطلعهم احسن الناس، وبعد كده ربنا ياخد امانته وقت ما يحب، ملناش في نفسنا حاجه. عندي الفرخه دي كنت جايباها، فمسكتها قطعتها كده ونقعتها بقى بشويه دقيق، وبحب احط ليمون، ما برجحش الخل، لان في ناس بتحط خل، والخل الصراحه يا جماعه انا بحس ان الخل بيدي زفريه للفراخ، للطيور عامه، سواء البط او اي حاجه. يعني انا البط ده يعني بحبه، بس مليش تقل عليه قوي، فكنت باكله لما كنت ببقى يعني عند حماتي او عند مامتي، بس مليش تقل عليه. بصوا كان هنا برضو في طبق فراولة، فعملت فراولة وكانتالوب وفرستهم وسايباه يتصفى، عشان لما بيتصفى وينزل المية بيبقى انت كده مفرزاه صح، مع رشة ليمون عشان الفواكه المجففة دي ما تسودش وهي في الفريزر. تمام، عايزة تعمليه كوكتيل على بعضه، فراولة على كانتالوب، بجد بيديكي تست وطعم خيال. وطبعا الموز، انا ما بحبش اعمل عصير الموز الفريش ده، طلعه من الفريزر اعمله على طول في الخلاط وهو مجمد، وتحطي عليه اللبن، بيبقى تحفة. عندي المشروب السخن اللي انا بشربه بارد، فالصراحة لما بيبرد ما بيبقاش ليه طعم خالص. ورمضان داخل بقى، كل سنة وانتوا طيبين، فاعملوا التفريزات اللي كنتوا متعودين تعملوها، بلس ان مش لازم نجيب كل حاجة في البيت وفي المطبخ، يعني مش لازم خالص نجيب مثلا الفواكه كلها نعمل لها تفريزات، لا، كل مادة كل ما تروحي السوق هاتيلك مثلا مرة برتقان، مرة فراولة. الفراولة برضو حلوة في السوق وسعرها الى حد ما يعني في متناول الجميع. البصل برضو في الوقت ده الكيلو ب10 جنيه، فحلو، ينفع تجيبي مثلا 10 كيلو، لان الاسعار اكيد هنلاقيها مختلفة جدا في العيد، سوري يا بنات، في رمضان يعني هنلاقي الاسعار بدأت تشد. طب ليه؟ كل مرة هاتيلك حاجة. تمام. عندي بقى الكرتونة دي بتاعتي فيها الخزين بتاعي، يعني انا برضو معودة نفسي ان انا كل فترة بقعد اجيب حاجات كده وبشيلهم. تمام. وعندي جبنة وزي ما انتوا شايفين سحلة حاجات بطلع منها لله قبل شهر رمضان، يعني حاجات هطلع منها لله وحاجات هستخدمها. تمام. وربنا يا رب يجعل دايما في ايدينا الصدقة، لان الصدقة دي من اكتر الحاجات بجد اللي هي نور كده، نور. اكتر حاجة بنتمناها بيتمناها الشخص لما يموت، ان هو يرجع تاني، ومش يرجع يرجع يتصدق، يرجع يصلح اللي أثر فيه في حياته واللي غلط فيه في حياته. فبيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني الحياة التانية دي بتكون هي الحياة، هي حياة بس لا نعلم كيفيتها إلا الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم كيفية ما بعد الموت، لأن الموت من الغيبيات. زي ما بنؤمن إن في جنة وفي نار، برضو في عالم اسمه عالم البرزخ وعالم اسمه الحياة، بيبقوا عايشين فيها، بيتزورونا. انا اسفة ان انا دخلت معاكم في الموضوع ده، بس عشان في بعض الناس بتقول ان الموت فناء. مين قال ان الموت فناء؟ مين قال ان احنا لو فقدنا ناس عزيزة علينا خلاص هما خلاص كده بقوا تراب وخلاص؟ الجسد بيروح للارض اللي هي امه، اللي منها خلقناهم ومنها نعيدهم تارة اخرى. تمام. لكن الروح بتصعد عند ربنا، والروح بتترد تاني مكان القبر، وبتعيش في حياة مش لازم تكون مكان ما احنا دفنا الشخص العزيز علينا ده، مش لازم يكون الشخص اتدفن في المكان ده فهو موجود هنا. تمام. لا، كلهم عايشين في مكان لا يعلم كيفيته غير ربنا سبحانه وتعالى. اسأل ليهم الرحمة والمغفرة من ربنا، وهم بيبقوا احن والطف
عليهم من الام والاب والاخ والصديق ومن اي حد والحبيب والجار، محدش هيكون احن عليك من ربنا اللي خلقك، مش من امك وابوك اللي جابوك على الدنيا. فنحسن الظن بربنا، وربنا ارحم الراحمين. فرزقنا واحنا على قيد الحياة عايشين، رزقنا واحنا على قيد الحياة، ما بالك واحنا تحت الارض لا حول ولا قوة لنا الا به. يعني سبحان الله، ربنا الطف وارحم. واسفة على الاطالة لو كنت طولت عليكم. وهنا كنت جايبة شوية خضار. معلش عايزة اقول برضو معلومة صغيرة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتي ويجعلها في ميزان حسناتكم. لكل من فقد له عزيز او شخص غالي عليه، او ام، اب، اخ، صديق، حبيب، زوج، حولوا مشاعر الحزن دي لحاجة هم يستفيدوا منها. الحزن في القلب. انا حبيبي اللي راح وساب الدنيا دي في قلبي يا رب، انا مش ناسيه، هو موجود في قلبي، عايش في قلبي. لكن طول ما انا عايش، وسنة الحياة يعني ان انا عايش وان انا اكمل رسالتي في الحياة لحد ما ربنا ياخد امانته، افضل عايش فاكر حبيبي اللي مات ده، فاكره، وابعت له صدقات، ابعت له حاجات تنور قبره، ابعت له حاجات يقول ان الشخص اللي انا فرقته ده فاكرني مش ناسيني، بيبعت لي اعمال صالحة. هيجي يوم القيامة بعد الحساب يشكرني، يقول لي متشكر جدا على كل عمل صالح، على كل خير كنت بتعمله لي. مثلا مصاحف نحطها في مساجد، صدقة بسيطة، لو حتى مش هقول لكم مبالغ، لو جنيه كده بتنفق بيه صدقة لأجل ان ربنا يرحم هذا المتوفي، فربنا يرحمه. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم بحق الأيام المفترجة اللي احنا فيها، بحق شهر شعبان، وبحق كل حاجة حلوة، ان يرحم جميع موتاي وموتى المسلمين جميعا يا رب، ويتغمدهم برحمته الواسعة. واسأل الله لكم ولي العافية، وربنا يبرد قلبي ويبرد قلبكم لو انتوا في اللحظة دي فقدتوا اغلى الناس، سواء ام زي ما قلت، او صديق، او حبيب، او ربنا يا رب يبرد قلبكم ويصبركم ويلهمكم بالصبر. لاني انا بقالي 7 شهور قلبي ميت. فاسأل الله العظيم لي العافية والصبر يا رب، وان انا ارضى بقضاء ربنا، واللهم لا اعتراض على قضاء ربنا يا رب. نزلت برضو السوق تاني، فجبت ده بقى السفندي اللي بيقولوا عليه اليوسفي. التاني ده اسمه تقريبا كلامنتينا، والاسم ده انا عرفته من حماتي، لان الاسم ده يعني ما كنتش بسمعه كتير. انا عارفة ان كل انواع السفندي يعني زي ما هو كده، يعني بكل انواعه سفندي. وجبت برضو موز. كان حلو والله، ما كنتش ناوي اشتري، بس الراجل يعني كان بيسترزق وكده، حبيت اراضيه. وقلت الطيب منه او اللي هو كده هبقى ايه، احطه في الفريزر. دايما احب انزل السوق. بصوا، حتى لو هشتري اي حاجة لازم اجيب فواكه للبيت، لان انا متعودة على كده. مامتي متعودة في بيت اهلي على العز ده، وفي بيت برضو جدتي الله يرحمها يا رب ويرحم جميع امواتنا واموات المسلمين، برضو كنت متعودة على كده. كنت انزل معاها الاقيها تجيب كل حاجة. جبت الفواكه، رصيتها وظبطت الدنيا كده. وزي ما قلت لكم انا متعوده في كل حاجه بجيبها بطلع منها صدقات، سواء ميت ليا شخص عزيز، او ليا اموات او مليش اموات، بطلع الصدقه. فهي الصدقه دي هي اللي هتنفعنا. وعندي بقى في درج كده من الغرفه يعني ببقى مثلا عارفه حاجات معينه كده ملك بيحبها، مقرمشات مثلا، حاجات بخليهم كده في ايه، في مكان كده لوحدهم مع غزل البنات ده، عشان ملك بيحبه جدا. محمد كان بيجيبه له الصراحه، ودايما كان بيشتري له، فانا مش عايزه اعوض يعني احسسه ان هو فاقد حاجه. وهنا كنت رحت لماما وعملت على السريع كده
جبت 3 وراك ما شاء الله اللهم بارك، كبار حلوين يعني، والاسعار الاسعار كانت حلوه الى حد ما. فجبتهم غسلتهم نقعتهم تمام، ظبطت الدنيا. وبس ما عملتش محشي بقى، انا عارفين ورق الخاص، عملت ورق الخاص ده، وعايزه اقول لكم كان سكر، كان سكر بمعنى كلمة سكر. انا اصلا ما بحبش ورق الخاص ولا الكلام ده، بس وانا عند حماتي هي بتعمل بتحب يعني ورق الخاص، فانا حبيته منها، فقلت اعمله يعني حاجة تدفي وكده. ماما كانت مش موجودة في اليوم ده، فجت لقيتني مظبطه الدنيا كده، روقت عليهم من الاخر انا وهي واختي، ربنا يخليهم يا رب. وظبطت الدنيا كده وطلعتهم وعملت لهم شوربه، وفي نفس الوقت دخلتهم الفرن تمام بشويه من الصلصه مع تتبيله بصله وكده. انا برضو صورت لكم من الاكله مقتطفات، واسفه جدا على الاطاله. وانا بحب في المحشي جدا الخضره بتاعته تكون طويله، زي ما انتم شايفين فراخ زي الفل معايا اهي. مسكتها زي ما قلت لكم وعملت لها الشوربه بتاعتها. بحب احط ورق لورا، وبحب احط فلفل اسود، بيدي للشوربه طعم تاني خالص. وعندي اخواتي الصغيرين كانوا تعبانين وكده، فعلى السريع كده مع نفسي برضو وانا واقفه عملت لهم لسان عصفور عشان يعني يديهم كده طاقه. وبس كده، دي كانت اكلة الغدوة بتاعتنا البسيطة. اتفضلوا معانا. كانت اختي بقى مش موجودة، فقعدنا انا وماما كده طبق لفت بقى، مع كان في صوصات في التلاجة فطلعناهم، وكان في كفتة وكبد وقوانص وحاجات من كده طلعناهم، وكانت لقمة زي العسل. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، ويبارك في امهاتكم. وهنا ماما كانت جت وكانت جايبة 15 كيلو اللهم بارك زبدة، فظبطت الدنيا. وانا كنت رجعت بقى البيت، وعايزة اقول لكم بقى ان كل حاجة في البيت كده لازم تبقى بتلمع، يعني كل اللي انتوا شايفينه ده كله كان وسخ، كل الحلل وكل الحاجات دي. وبكده يا حلواتي اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والروتين كمان عجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.